السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. صلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا سيدي يا رسول الله. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده البانيه بطريقه سهله وبسيطه وهتعجبكم ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده، يلا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. يلا نشوف مكونات البانيه بتاعنا ايه. معانا كيلو من البانيه يتقطع رفيع زي ما انتم شايفين كده، وهنعمله بطريقه سهله وبسيطه. يلا نشوف هنعمل فيه ايه. معانا بولة، هنقول المكونات بتاعتنا واحنا بنحطها في البولة. معلقة كبيرة توم باودر، معلقة كبيرة بصل باودر، معلقة صغيرة زعتر، ربع كوباية صغيرة كده من الخل او معلقتين كبار، نص كوباية بصل بشرينه واخدين المية بتاعته، رشة ملح، رشة فلفل اسود، كوباية من الزبادي كبيرة. هنقلبها كده قبل ما ننزل بيها، لان الزبادي ده بيطر الفراخ بتاعتنا. ولو عايزه تحطي لبن رايب هيبقى جميل جدا، وهيطري لك الفرخه برده وهيخليها جميله جدا. ننزل بقى بكوبايه الزبادي على الخليط بتاعنا ونقلب بقى كويس. ننزل بقى بالبانيه كده، وتابع معايا الفيديو للاخر. ولو مش عامله لايك اعملي لايك واشتركي في القناه لو اول مره تشوفيها. هنسيبها بقى ليله ايه كامله في التلاجة. ده البانيه بتاعنا بعد ما اتبل ليله كامله. يلا نشوف الغطا بتاعه ايه. الغطا بتاعه عباره عن 3 بيضات، فلفل اسود، دقيق، بقسماط على فيجيتار، انا حبه شوفان مطحون صغيرين. نحط عليهم بقى فلفل اسود، نقلبهم بقى بمضرب السلك كده. البيض كده، فضيها بعدين بقى في البصمات. حطيها جامد في البصمات كده علشان ايه الكفر يمسك عليها. قلنا بصمات على شويه فيجيتار على حار بارد اللي يعجبك، شويه شوفان صغيرين مطحون. البيض وبعدين الدقيق، تفضيها كده وبعدين حطيها في البصمات.
تك جامد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لو عايزه تشيلي منها بقى في الفريزر هتحطي كيس بلاستيك كده وتحطي الطبقه التانية علشان ما يلزقش ببعضه، وتيجي تشيليه تلاقيه سهل معاكي. قبل ما نقليها هنحطها لمده ساعه في التلاجة. نقلي النار ونحط طاسه غويطه على النار ونحط فيها زيت، شويه زيت حلوين. وده البانيه بتاعنا بعد ما استريح ساعه في التلاجة. يلا بسم الله ننزل بقى بالبانيه بتاعنا. الزبده دي اهو. ما شاء الله الكفر مسك فيه وجميل خالص اهو. الكفر اللي احنا عملناه كفر جامد جدي. البانيه بتاعنا ده جميل اهو. ايه رايكم بقى؟ ما شاء الله. وده شكل البانيه بتاعنا بعد ما خلص. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب واشتراك في القناة لو اول مرة تشوفوها. تحياتي ليكم، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.